على سبيل المثال ناخد طبعا يعني سؤال وفي طبعا خطأ، واحنا طبعا هنصححه مع بعض. لو انا قلت مثلا she visit museum every day. هي تزور المتحف كل يوم. طيب هنا هذه الجملة في زمن البريزنت سيمبل، المضارع البسيط. طيب هنا عرفناها منين؟ عرفناها من كلمة every day يعني كل يوم. هذه الكلمة بتشير إلى زمن البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط. فالمضارع البسيط طبعا لابد إضافة، بنعمل أديشن، إضافة حرف الاس لثلاثة ضمائر هي أو شي أو ات. فهنا طبعا هذه الجملة خطأ، والخطأ هو في visit. الصح هو visits. الصح هو visits. إذا أضفنا حرف الاس. نخلي بالنا يا جماعة من هذه القاعدة، عشان طبعا دي القاعدة دي مهمة جدا جدا، وناس كتيرة جدا مع الأسف ضايعة في هذه القاعدة، وهي سهلة جدا. إذا لاحظنا أو عندما تكون الجملة في زمن البريزنت سيمبل المضارع البسيط، فإنه يجب عليك إضافة حرف الاس في حالة إذا كان السبجكت الفاعل شي أو هي أو ات، بينما غير ذلك لا نضيف أي إضافات تماما. أقصد طبعا مع ضمير I، يعني I أو I visit ما ضيفش اس. we visit نحن نزور مفيش اس. you visit أنت تزور برضو مفيش اس. they visit هم يزوروا برضو مفيش اس. إذا متابعين الكرام، نركز في هذه القاعدة عشان مهمة جدا 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 جدا، وهي في نفس الوقت سهلة، مش محتاجة يعني ذكاء ولا حاجة خالص يعني. طيب نشوف سؤال آخر. لو قلنا مثلا she هي visit، برضو نفس الجملة، بس هنا بقى في اختلاف. she visit museum last day يعني اليوم الماضي او اليوم اللي فات. last day. اذا مش هنضيف اس. طيب مش معنى بقى؟ عشان لاحظنا ان هذه الجملة في زمن الباست سيمبل الماضي البسيط. وما هو الدال على زمن الماضي البسيط؟ كلمة last يعني الماضي، اليوم اللي فات او اليوم الماضي. فبالتالي طبعا هنا بقى مش هضيف اس، لا اضيف حرف الاي دي، اخلي الفيرب في صيغة الباست في الماضي. يبقى انا اجيب التصريف الثاني من الفيرب. يبقى اذا متابعين الكرام لابد من التركيز. احنا بنضيفش اس وخلاص او اي دي وخلاص، لا احنا يعني بنضيف اس اذا في حالة اذا كانت الجملة في زمن بريزنت سيمبل المضارع البسيط، بينما اذا كانت الجملة في صيغة الماضي اللي هو الباست سيمبل، فإن في هذه الحالة الفيرب وات ايفر أيا كان بقى الفيرب، سواء فيزيت أو بلاي أو ستادي أيا كان، بكتبه في التصريف الثاني وليس الأولاني، عشان طبعا زي ما قلت قبل كده متابعين الكرام الفيرب بيتصرف مع 3: تصريف أول، تصريف ثاني، تصريف ثالث. تمنيت لكم بالتوفيق، أترككم في رعاية الله وحفظه وأمنه، وتمنيت لكم بدوام الصحة والعافية. أترككم في حفظ الله. Goodbye and I will see you again later.